بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يؤسفني ان انا اتكلم عن بعض جلالات الاصل، الاشخاص اللي ما عندهمش لا مبدأ ولا عندهم اصل ولا عندهم حياة، الناس الفتانة او الخباصة او المعرضين اللي بينقلوا الكلام او بيوصلوا الكلام لبعض الاشخاص او بعض الاطراف الاخرى. يعني واحد يسمع شيبت بيتكلم عن شيء، يروح للشخص التاني يقول له ده شيبت بيعمل وشيبت ويحط البهارات طبعا والشطه بتاعته. انتوا فاهمين كلامي؟ للاسف الشديد الاشخاص دي لا ينطبق عليهم غير ان هم يكونوا ولاد. مش عايز اقول اللفظ لان اللفظ مش كويس، مش هتطلع من واحد زي شيبت عبد العال. انت مالكش، يعني مش هقول لك مالكش مله، او انت بمعنى الكلام مش بني ادم. انت جاي من فعل، والعياذ بالله. مش عاوز انطق الكلمة عشان الناس ما تاخدش انطباع عني مش كويس. كل واحد عارف نفسه، او كل شخص بيفتن او ينقل الكلام او هو عارف روحه بيعمل ايه، وهو عارف روحه في درجة ايه. فيا ريت تخلوا عندكم دم يا جلالات الاصل، يا اللي انت مش معروف ابوك مين. اديني جبتها لكم على بلاطه. بلاش تنقل الكلام، او بلاش لما تشوف شيبت او غير ايا كان. انا مش لما اتكلم عن شيبت بصفه خاصه، يعني بتكلم عام. لما تسمع شخص قدامك بيتكلم عن شيء او بيتكلم عن حاجه او بيتكلم عن مشكله او ما تروحش تفتن وتغبص وتنقل كلام. انت ممكن تنقل كلام عن اشخاص مش موجودين في البلد للاسف الشديد، يعني ودول ولاد الحرام اللي انا بتكلم عنهم للاسف الشديد. احنا بقينا في ايام ربنا يعافينا ويعافيكم من الاشكال الوسخه، الفتانه، الخباصه، الاوساخ، المعرضين، ولاد الاوساخ، لانه طالع من بيئه وسخه. طالع من بيئه وسخه، ان كان اب وسخ وان كانت ام وسخه. طلعت القذره اللي طالع ينقل الكلام او يفتن او لانه مش بني ادم. ده النبي عليه الصلاه والسلام قال الفتنه اشد من القتل. عارف يعني ايه الفتنه اشد؟ يعني لما تموت واحد ارحم ليك من ان انت تفتن، لان الفتنه ممكن تدمر بلاد او تدمر عائلات والعياذ بالله. ربنا يعافينا ويعافيكم، وربنا ينتقم من كل واحد بينقل كلام او بيفتن او بيعرض، لانه انا مش عارف هو بيستفاد ايه. بتاخد علاوه زياده، بتاخد مكافاه زياده، بتاخد فلوس زياده. ايه اللي بيديهولك؟ يعني بيمضي لك على بيته او بيمضي لك على اجرات ارض ان انت رحت خبصت ليه او فتنت ليه يا ابن الواحد مش عايز يكرر الكلمه لانك فعلا انت ابن كذا. بلاش يا فتانين يا خباصين يا اوساخ يا من بيئه وسخه تنقلوا الكلام او تفتنوا، او خليك في حالك. خليك في حالك، لانك انت نقلت النهارده بكره هيتنقل عنك، والشخص اللي بيسمع بكره هيتنقل عنه. يعني الشخص اللي الفتان اللي راح خبص او فتن لشخص بكره وبعدها هينقل عنه الكلام. فيا ريت نتعظ ونخلي بالنا ونركز مع الاشكال الوسخه. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.